ايه رأيكم في البيتزا الجميلة دي؟ بيتهيألي مفيش أجمل ولا أروع من كده. دايما لما الفيديوهات دي نشوفها وخصوصا بالليل بتجوعنا جدا. عملتها لك النهاردة بطريقة لذيذة وسهلة وبسيطة وعلى حسب الموجود عندك في البيت. الحشو ده بيرجع لك انت. يلا بينا نعمل أحلى وأبسط طريقة لعجينة البيتزا. عملناها مع بعض قبل كده على القناة، لكن عملتها تاني علشان خاطر المتابعين الجداد. بحبكم جدا ومتشكرة جدا على كل تعليقاتكم وتفاعلكم الجميل. اول حاجه بنعملها، بجيب باكت من الخميره الجاهز اللي بيجي من السوبر ماركت، وطبعا بعمله بميه فتره بمعلقتين من السكر وبركنه على جنب علشان خاطر اختبر التفاعل بتاعه. الدقيق بتاعي هنا كنت نخلاه، وقلت قبل كده كتير ان دايما النخل سبب اساسي لنجاح اي معجنات. وحبيت كده ادي تيست مميز للدقيق. حطيت ذره من الملح، نص معلقه من الثوم البودر، نص معلقه من البصل البودر، وحطيت معلقتين كبار من الحليب البودر، وكمان معلقه صغيره من محسن الكيك. كل المكونات الجافه دي هقلبها مع بعض. اللي حابب يضيف زعتر اوكي بيكون جميل جدا، لكن عندي في البيت مش بيحبه، فاكتفيت بالثوم البودر والبصل البودر. هيدوا طعم جميل جدا. وحابة اني ادي العجينة شوية طراوة. حطيت كوباية من الزبادي، لو عندك حليب رايب تمام مفيش اي مشاكل، هتخلي العجينة بتاعتي هشة وقطنية وكويسة جدا. وهنا نزلت بالخميرة بتاعتي اللي عملناها معلقتين كبار من السكر زي ما قلت لكم. ابتديت ان انا اعجنها بميه فقط لا غير، وفي النهايه بعد ما لميتها نزلت عليها بحوالي من 3 ل 4 معالق من الزيت بس كده زي ما انتم شايفين. هلم بيها العجينه وهسيبها تخمر. واظن انتوا شايفين قد ايه هي سايبه الطبق كده وناجحه خالص. الكميه دي هتزيد. وعلى فكره ده ما كانش كيلو دقيق، ده تقريبا كان حوالي 3 ارباع كيلو من الدقيق. عجنته وغطيته بفوطه وركنته على جنب. اول خطوه تبدأي بيها في البيتزا اكيد هي العجينه، علشان نعجنها ونخلصها ونركنها على جنب تخمر. وفي النهايه تبدأي انك تجهزي الحشو بتاعك. الحشو بتاعك طبعا على حسب الموجود. جبن بس متوفر عندك، قطع فراخ او تونه كده زي ما انت شايفه. واحيانا في ناس والله ممكن يكون عندها بواقي اي نوع من انواع اللحوم. بواقي فراخ تديها تشويحه، تقطعيها كده وتفصصيها وتديها تشويحه بشويه زيت وشويه بهارات، واستخدميها في الحشو هتكون تحفه. ستريبس، سجق، سوسيس، اي حاجه موجوده او حتى جبن بس. انا هنا الولاد كانوا حابين جدا بحشو التونه. جبت التونه صفيتها من الزيت اللي فيها كويس جدا، وضفت عليها ملح وفلفل وشويه كمون بس. شايفين عندي حجم العجينه اتضاعف جدا. وطبعا اليومين دول الجو دافي، فتخمير العجينه هيكون سهل جدا على عكس الشتاء بتاخد مننا وقت. بتهيألي ما خدتش مننا اي وقت خالص. شوفوا طبعا لو هنشتريها من بره هتكلف قد ايه. ممكن تحطي قطعة العجينة بعد ما تقسميها في الصينية وتفردها على طول، وممكن تفرديها كده بالنشابة علشان تسهلي الوقت. سمكها كده كويس جدا علشان بعد التسوية ما تكونش تخينة، احنا عايزينها زي بتاعت بره بالظبط. طبعا نسيت اقول لكم، بس في المقطع اللي بعده هتشوفوا انا بفرد هنا على دقيق سيمولينا، اللي هو دقيق البسبوسة بتجيبيه سايب من السوبر ماركت او من عند اي عطار. بيفرق جدا فيها، بيخليها مش لازقه في الصينيه، بيدي كده طعم قرمشه لذيذ جدا. وكتير قوي لما بنجيب البيتزا من بره بنلاقي على الاطراف بتاعتها حبيبات كده خشنه، دي بتكون دي السيمولينا. كان متوفر عندي طبعا من رمضان دقيق من بتاع البسبوسه ده، فاستخدمته في الفرد. في ثواني كده ما خدتش مني وقت. ريحه العجينه تحفه. الحليب البودر مهم جدا، بيخلي ريحه العجينه حلوه. لونها في التسويه جميل جدا. طبعا انا هنا كنت عامله 3 صواني المدرجين في بعض، الكبير والوسط والصغير. قسمت العجينه برضو كده 3 احجام مختلفه. واخر قطعه عندي ابتديت ان انا افردها زي ما بقول لكم كده، ممكن تفرديها في الصينيه مباشره. حبيت اوريكم كل حاجه. عايزه اقول لكم ان البيتزا دي ما كانتش غدا، دي كانت عشاء. قمت كده في ثواني وقررت ان انا اعملها. سعرها من بره بقى عالي جدا. افتكر من قريب كنا جايبين حوالي 3 بيتزات واحجامها مش كبيره يعني، مع البطاطس وكده كانت داخله تقريبا على 900 جنيه. مبلغ كبير برضو. احنا حتى النهارده مدلعينها، عاملينها بستريبس او اي نوع لحوم موجوده. طعمها جميل جدا ومميز. اديت رشه جبنه رومي بتدي طعم حلو قوي، ورشه بسيطه من الفلفل ورشه بسيطه من الزيتون. انا لو عليا ازود الخضار اكتر من كده، لكن دايما الاولاد عندي بينقوا الخضار وبيشيلوه، ودي مشكله كبيره جدا. في بقى تركه مهمه ودايما بنسال عليها، اللي بيخلي الجبنه ليها مطه.
زمان لما كنت اطلع الجبنه من الفريزر مباشره وهي متلجه واضيفها على البيتزا، ما كانتش بتديلي المطه المطلوبه. كانت تدخل الفرن تحسوا ان هي بتنشف، بتتجمد كده، بتكون لازقه في بعضها. مهم جدا انك تطلعي الجبنه من الفريزر قبل استخدامها بحوالي ساعتين 3. انا عايزاها فكه خالص كده زي ما انت شايفاها. لما تكون فكه ومش متجمده هتديكي مطه حلوه قوي. وانا هنا كنت مختصره الموضوع، ما عملتش بصراحه صلصه، انا دهنت البيتزا بالكاتشب. لكن لو حابه انك تعمليها بصلصه، فطاسه فيها شويه زيت سخنين وبتنزلي عليها بالطماطم المبشوره او المضروبه في الخلاط او صلصه زي ما بتحبي. بتضيفي عليها ملح، شويه سكر، شويه زعتر، اي بهارات انت حباها. واذا انت بتحبي الثوم ممكن تدي تشويحه فص ثوم مفروم كده الاول في الزيت وتنزلي عليها بالصلصه. لكن طبعا كنت بعملها للعشاء ومستعجلة، فدهنتها بكاتشب برضو مطعمها ومديها طعم مميز جدا. خلصت الحشوة اللي كانت بالتونة وكمان الستريبس، واتبقى عندي كمان شوية ستريبس عملت بيهم الصينية التالتة. أنا كان في نيتي أعمل الصينية التالتة بصراحة جبن، ولكن الحمد لله الحاجة كفت ووفت. في الوقت ده كنت مسخنة الفرن علشان اختصر الموضوع خالص. حطيتها على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 وما شغلتش الشواية من فوق، لان دايما لما بتشغليها من فوق هتدي الجبنة وش وتبقى متحمرة، واحنا مش عايزين كده. احنا عايزينها زي اللي بنجيبها من المطاعم بالظبط، وتكون فيها مطة زي ما انت شايفة كده. سايبة الصينية بكل سهولة، حاجة جميلة جدا، منتهى الشياكة واللذاذة. بصراحة حاولت اقطعها علشان خاطر اوريها لكم، كانت سخنة جدا جدا، بس انا كنت عايزة اوريكم المطة وقد ايه جميلة زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. والصينية الأخيرة دي عملتها بدون خضار لأن عندي الأولاد للأسف مش بيحبوا ولا الزيتون ولا الفلفل. أنا لو عليا أملى البيتزا كلها خضار، حتى ساعات لما كان بيكون موجود عندي ذرة حلوة كنت أحب جدا أضيفها عليها. طبعا مطة والصورة بتتحدث عن نفسها. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ يلا ما تشتريش بيتزا من بره تاني، اعمليها بكل سهوله. وانا هنا بيتزا تونه كنت ضايفه بس عليها شرايح بصل رفيعه جدا، كنت مقطعاها ناعم، ولكن كانت مخليه البيتزا في حته تانية، كانت رهيبه. اعتقد الولاد حبوها جدا وتقريبا قالوا لي بعد كده يا ماما اعملي لي البيتزا كلها بالتونه. ودي كانت الصينيه الكبيره عندي. احفظوا الوصفه عندكم واعملوها، قولوا لي ايه رايكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم واكون خفيفه على قلوبكم. بحبكم جدا واسيبكم في رعايه الله يا احلى اخوات في الدنيا.